أن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، سلسلة لما سبق من الخطب والفرق بين علماء الرحمن وعلماء البرهان لفت على الكرة الأرضية من الأمس، واتصل بي إخوة كثر عبر هذا الهاشتاج ما يسمى بعراب الإمارات، ووصلة وهمزة الوصل بين الإمارات والقيادات الميدانية. عيسى سليمان في قبضة الاستخبارات، الآن في قبضة الاستخبارات في شندي عيسى سليمان. وهذا لو ربطناه مع ما نشاهد ونسمع بالروبوت المتحرك والبعات وغير ذلك، ثم يقولون صححوا لنا نريد أن نهز عرش إبليس الأكبر أو الكبير، لقينا أبالسة. لكن سبحان الله، من شدة ما الناس يدعون للسلام وهؤلاء المجرمين يدعون إلى البل وبس، حتى اختصرت الكلمة وصار أبالسة، انطلق على لسانهم على لسان الناس أبالسة. هذا الهاشتاج ما جاء عبثا ولا أطلق سدى، لأنهم كتبوا خطبة فأرسلوها لي بأن أقرأ لكم هذه الخطبة في المنبر، ولأن معتقدي سلفي فجاءت الخطبة ممهورة أو مقترحة من الدكتور الهواري والعبسي وخوجل إبراهيم، وأنا مضطر بعد هذا التهديد أن أقرأ هذه الخطبة حتى لا ينفذ أهل العمل الخاص في هذا التهديد. والخطبة عنوانها المقاومة الشعبية، فاستدلوا على ذلك بآيات، وضعوا لك محاور. المحور الأول الدفاع عن النفس، وذكروا قصة الصائل ووجوب قتله شرعا وقانونا وعقلا، وقال أذن للذين يقاتلون بأنكم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طيب، كانوا يقتلون في دارفور، ما الذي كان يقتلكم؟ وما الذي كان يجلب السلاح؟ وما الذي كان يدفع ويجند الشعب ضد الشعب؟ ولما أخرجوا من ديارهم، ووالله ثم والله جلست معهم 2005، لا أنسى ذلك التاريخ، تحت مظلة مستشارية السلام في ذلك الزمان. ابحثوا عن قائدها، أعرفه كما أعرف أبنائي. قلت أخي الكريم، هذه الحرب الآن تدمر وتفعل كذا وكذا. قال يا شيخ، هذه خطة استراتيجية وضعت بأننا نأخذ هذه القبائل ونضعها في معسكرات ثم يستوطنون، ونترك لأهلك الخلا لكي يسرحوا فيه، لأن الدولة محتاجة إلى الثروة الحيوانية، يريدونهم يكونوا رعاة لهم. والله قلتها له وسمعتها بأذن منه. إذا كانت حربا مفتعلة ومؤسس لها، وأن يصفي الشعب بعضه بعضا ويهجرون ويسلح بعض القبائل، ثم يقولون عن أنفسهم لما انحصرت الحرب في ناحية بسيطة في فئة قليلة شرذمة كما قال فرعون، فقالوا من جابوا حديث استدلوا به، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه
فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو. نعم، حديث صحيح. أولئك الذين يقتلون من عشرات السنين، ماذا تقولون فيهم؟ ولماذا لم تصدرون الدعاوى أو الفتاوى في حقهم؟ فما مصيرهم ومصير ديارهم التي اغتصبت، وأموالكم التي أخذت، والتهجير الذي حدث لكم؟ أيها الأحبة، وساقوا أدلة كثيرة يحشدون بها البسطاء، وأرسلوا لي رسائل صوتية بأن لا نقول لك هذه الحرب أهلية، والله لك علاقة بالحرب الأهلية، وجابوا أدلة من الأمم المتحدة التي لا يعترفون بها كما زعموا، وأن المادة 12 من القانون أو 52 من قانون الأمم المتحدة تجوز أو تجوز الدفاع عن النفس. لا نختلف في ذلك. نحن جلسنا في هذه المنطقة ننافح عن المساكين ونحارب هؤلاء المتفلتين، فمنهم من قتل الآن سجن صوب أكثر من 7,000 أدخلناهم هذا السجن. لماذا أدخلناكم السجن وإن كانوا كلكم مسلحون؟ عرضنا أنفسنا وأبناءنا وأهلنا للخطر ولم نتوقف لحظة، ثم بعد ذلك تأتي هذه العصابات وتنشئ هذه الفتاوى وتأتي بهذه الأدلة عقلية كانت أو نقلية. أيها الأحبة، في المحور الثاني قالوا يجب التنسيق مع الجهات الأمنية. أول تنسيق بدأه البرهان كان مع نتنياهو تنسيقا أمنيا في يوغندا مع إسرائيل ليس مع أحد لكي يستولي على الحكم وترضى عنه. ثم الآن التنسيق مع أذناب إسرائيل مصر، وهذه أم الكبائر. كم مرة انتفض الشعب في القرون الماضية وحرر هذه البلاد يوم أن كان اللواط منتشر وأصبح زواج اللوطي باللوطي جهرا، فانتفض الإمام المهدي رحمه الله وطهر البلاد. ذهبوا إلى مصر، جاءوا قوادين كانوا الذين يقودون جيش الاحتلال مشلخين، والآن يريدون أن يأخذوا نصف السودان ويعطونه هدية لمصر لكي تتدخل، ويرسلون لك الرسائل: كل الاحتلال جاء عبركم والذبح جاء عبركم. كانت الخرطوم تعج بالمجاهدين من الأنصار وغيرهم، فشردوكم. 10,000 قتلوا في كرر في ساعة واحدة بسبب العمالة الخسيسة من أجداد هؤلاء الذين ينادون الآن باحتلال مصر للسودان وبالتدخل الجهات الأجنبية إسرائيلية كان، وينسقون معها. وتأتي طائراتكم بعد أن انتهت طائرات هذه العصابة لتقصف المساكين في نيالا وفي كردفان وفي الجزيرة وفي كل مكان، عمالة يرثونها كابرا عن كابر، يأخذونها بالتوارث. انحطاط هذه الدقون، والله لولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفسختها بالرماد. الذي تشرعن لقتل أبناء هذا الوطن وتطلق الأكاذيب وتستعين بشياطين الإنس والجن. قالوا في المحور الثاني يجب التنسيق مع الجهات الأمنية. قالوا من عوامل نجاح الحرب الأهلية بعد توجيه اللايفاتية والتنسيق مع عقلية البطش الأمنية في مختلف الولايات،
لأن ذلك يحقق عددا من المكاسب الإرهابية. واحد، الخروج من أي شبهة حول مشروعية القتل العمد والتدمير الممنهج. القتل العمد، يذبح المساكين في مدني، عمالة بسيطة، شردكم الحرب، يعملون في الدرداقات والعتالة، يذبحون كما تذبح الشاة بحجة أنكم مصادر. شيخ في أبو حمد، شيخ حسين معروف، يرتل القرآن ترتيلا، أكثر من 13-14 سنة يعلم الأطفال، يمسكون بحجة أنكم مصدر للدعم السريع، جالس يحفظ أبنائكم بأنه خلية نائمة، وجالس قبل أن ينشأ الدعم السريع، وأن الدعم السريع أنشئ بتوافق السودانيين كلكم بقانون أجيز من برلمان منتخب، ليس من عقل مغتصب. قال منها الخروج من أي شبهة حول مشروعية القتل العمد والتدمير الممنهج. قل لك كبري، ما ينتهي الكبري. نحن طلعنا من بيوتنا، مش بنيناه نحن ندمره نحن، لا والله كده. كبري شمبات بني قبل أن تولد أمك، ومنها زيادة القوة بتوفير السلاح والعتاد اللازم والاستفادة من خبرة الجهات الأمنية في التخطيط والقتل والإبادة. نعم، الجهات الأمنية لها تخصص في اغتصاب الرجال. آخر ما علق على آذانكم وعقولكم الأستاذ محمد خير رحمه الله، واللواء الريح الذي أطلقه وسمعتموه في الفضائيات، ومن استحى وما قال كثيرا، والذي أعرفه أكثر، وهذا ليس مكان ذكره. الاغتصاب الذي ينادون بك ويقولون ويتحججون بك ويطلقون إشاعة أن 4 مليون امرأة سودانية اغتصبت، وأنا أتحداكم يأتوني بأربعة، والأربعة أنا مستعد آتيهم بأكثر من 400 في عهدهم، واغتصبت على أيديهم وفي مكاتبهم وموثقة بتوثيقهم، حتى يستفزون ويستفزون بها العوائل والأسر. قال ومنها ثالثا البعد عن الخلاف. خلاف، لا حرب أهلية، لا حرب شيطانية، حرب إرهابية، حتى العامة لا يصحى ضميركم. وربما يكون هناك عالم ربانيا يصحى ويقول لا، ولكنه يذبح، لأنه كل الدعاة والعلماء المخلصين الذين نعرفهم هددوا وهاجروا وأصبحوا رهائن عند هذه العصابة. قد يدب الخلاف بسبب ضمير عند بعض العقلاء وعدم وجود قيادة، لأن القيادة الآن مبعثرة. ده بقول لا أبشر مفاوضات سلام، لا ده بقول والله لو مشيت نقتلك يا البرهان. ده بقول كذا، كل واحد ما في قيادة، ما في منهجية، أو بسبب التعارض مع خطط الجهات الأمنية الإرهابية يكون هناك خلاف. ده يقول لا كون الجهات الإرهابية. الآن كونا كتيبة البراء، كتيبة المعتصم، كتائب الظل، خفاشيش الليل، العمل الخاص. كل كتيبة تأتي بهواها بمزاجها. ولا شك أن الخلاف قال من أسباب الهزيمة، كما أن الإجماع من أسباب النصر. وقال استدل بآية واطيعوا الله واطيعوا الرسول، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وين الصبر؟ وين الصبر؟ 40
تاتشر، ده كلامهم ما كلامي أنا. 40 تاتشر دخلت الجزيرة فلم تجد شيئا. 40 تاتشر دخلت الجزيرة فلم تجد شيئا. ويصدق في ذلك قول محمد إقبال: وقبل الكتائب تفتح الأمصار. والله مررت على هذه المناطق، الرعب الذي وجدته ليس رعبا طبيعيا، فقذف في قلوبكم الرعب. بعض المناطق وذكر خنادق، ووجدت بعض المناطق مترسة بالألقام الأرضية، والكاكي معلق مشرور، ففروا لم يستطيعوا أن أخذ ملابسهم ولا أحذيتهم. فسألت أهل المنطقة ما الذي حدث؟ قال: والله سمعنا بعد 50 كيلو أن في جماعة ناس الدعم السريع جايين، فالتفتنا فلم نجد شيئا، تبخروا كأن لم يكونوا شيئا. هذه حقيقة لا ينكرها إلا مكابر. نحن نتكلم ليس دعم سريع، لكن نتكلم عن الواقع وعن الحقيقة. فقذف في قلوبكم الرعب. أيها الأحبة، الذي قذف هذا الرعب هو الذي قال: ينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر من قبل ومن بعد. هؤلاء الذين روجوا لفوبيا الخوف، صناعة الخوف، فدخل الخوف في قلوبهم قبل أن يدخل في قلوب المواطنين. أيها الأحبة، وإن كان المناطق التي فيها جيش حقيقي، ونحن مع الجيش، نيالا قاومت 7 أشهر من غير مدد، من غير إعانة، من غير أحد يقف معها. كذلك الجنينة وزالنجة، بل النضيف إلى الآن 9 أشهر، لأنه هنا جيش، بقية من جيش. لكن هؤلاء المطبلاتية الذين شغالين مدينة حرقاني بلغة أهل الغرب، وأنكم يزرعون الفتن، يهربون من كل مكان. قال: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الصبر من الله وليس من أحد. وهكذا يستدلون ويشرعنون. ثم المحور الثالث قال: مناشدة الجهات الأمنية الإرهابية لرعاية الحرب الأهلية. حرب الأهلية، المقاومة الشعبية، قال حرب أهلية، لا ما مقاومة شعبية. يا شعب يا من يتكل على هؤلاء اللايفاتية باسم الجيش الشريف النظيف، هؤلاء بعد 9 أشهر بعد أن حملت وتهيأت للمخاض والميلاد، قال لكم: يا جماعة ما بنقدر نحميكم، شيلوا سلاحكم، احموا أنفسكم بأنفسكم. شيلوا سلاحكم، احموا أنفسكم بأنفسكم، لا نستطيع حمايتكم. طيب إذا ما تستطيع أن تحمينا، لماذا تؤجج الفتنة فينا؟ لماذا توقد الحرب فينا؟ نحن شعب كأمة واحدة، متصاهرون، متحاببون، متماسكون. 40 مليون ما جلس 4 وإلا بينهم تعارف، سواء كان عن طريق نسب أو أخوة في الله أو جيرة. هذا لا ينكره إلا مكابر. لماذا تشعل الحرب فينا؟ المحور الثالث: مناشدة الجهات الأمنية لرعاية الحرب الأكلية، مع أنك لا تحتاج
إلى مناشدة، فهي مختصة في صناعة الحروب الأهلية في كل مكان، مما ينبغي التنبيه إليه للإشادة بالقرارات التي صدرت في عدد من الولايات بتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم. طيب أنت إذا ما قادر تحميهم لماذا تشعل الفتنة فيهم؟ دعهم متصالحون مع أنفسهم مع إخوانهم، لا تشعل الفتنة فيهم. قال: وثناء القائد العام للقوات المسلحة على انطلاق الحرب الأكلية. لماذا سمي ولقب برب الفور؟ لقبوكم قبل عشرات السنين، ما لقبت أنا. لقب برب الفور قائد القوات المسلحة ليك. هل هو كان يجبر الناس يعبدونكم من دون الله ويركعون لكم من دون الله؟ الفور دارفور بلد القرآن، بلد التقابة، كساة الحرم، أهل الكرم. بلغ بكم الإذلال أن يكون لكم رب غير الله، أن يكون البرهان ربكم. لا والله، لا والله، لكل بداية نهاية، وقد انتهت الآن هذه الحرب. وآخر تقرير شاهدته في الباري اليوم بالصباح، أمس 24/1/2004 سلطان الفور مع قائد الدعم السريع في كينيا في اجتماع وتخطيط كيف تنهض الأمة، ما كيف تدمر، كيف يكون السلام ويصنع السلام، لا كيف يسلح المواطنون ليقتلوا بعضكم بعضا. قال: فالقوات الإرهابية النظامية زمان كانت الإخوانجية، الآن كلها بقت إيه؟ والله ما قادر يسميها مناطقية، عشان الحرب جات على منطقتك دار تشيل السلاح، والله ما بترجع. ولو رجعت وكان جيت هنا، والكلام ده أنا قلته في خطبة هنا، وكانوا هم يطلبون منا التوسط أوصلهم لقائد الدعم السريع، وجلستكم معه، فلما وجدوا فيه الطيبة والتسامح وأدوا قسما معه أمامي بالولاء والطاعة، ثم ارتدوا على أعقابك. ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. والله نكسوا وطلعوا لايفات أنكم سيرتدون الكاكي وسيكونون في الصفوف الأمامية. اتصلت على بعضهم وجدتهم خارج البلاد، وبعضهم خارج المعارك في أماكن يبحثون كيف يخرجون ويتركون السودان، بعد أن أشعلوا الفتنة بالحماس وبالفتاوى التي يكفرون فيها الدعم السريع، بل كفرونا نحن الآن شياطين، نحن شياطينكم. طيب، قال قوات نظامية. أي نظامية؟ إرهابية للحرب الأهلية وإعانتها بالتدريب والسلاح والتخطيط لتكون سندا لك، أي يكون الخلايا الصغيرة لتكون سندا للحرب الأهلية القادمة بعدما خسرتها القوات المسلحة. يزعمون لا، القوات الإرهابية خسرتها في معاركها الماضية 40-50 معركة، ولا معركة واحدة ما فيها انتصار، كلها هروب هروب هروب، وقد خسروا بها البلاد والعباد. الآن 18 ولاية، 18 ولاية، 12 ولاية لا يستطيعون أن يحركوا فيها ساكنا 12 ولاية، والخمسة ولايات 50%. والله حتى دنقلة، حتى مروي الآن الكون فيها الكتائب العصابية الإجرامية، حتى عطبر، حتى شندي طلع لا للحرب ونعم للسلام، فأصدر واليها قرارا
بأنكم شيلوا شرطكم واطلعوا حلونا. شيلوا شرطكم يطلع وين؟ يطلع وين؟ ليس كل شعب الشمالية إجرامي. المجرمون الذين يذبحون الناس في المناجم لكي يستعجلون هذه الحرب الأهلية، لكن هؤلاء عندهم قاعدة: موت الولد ولا خراب البلد، ولذلك ينادون بالصلح. فقالوا إن يد الله مع الجماعة. وأي جماعة؟ جماعة الإخوان؟ والله الذين يدعون السلفية. أي إخوان؟ أي جماعة؟ إذا كان جماعة المسلمين بين يدينا ثبتوا وصبروا وصابروا. أيها الأحبة، المحور الرابع قال لا بد من التفطن وأخذ الحذر والإكثار من اللايفاتية. طبعا هذا قولهم، أنا باخذ الموضوع بتصرف وبقلب المجن. قال لا بد من التفطن وأخذ الحذر والإكثار من اللايفاتية المنافقين الكذابين الذين يجيدون الكذب والضحك بعقول المساكين حتى لا يتم إفشال هذه الحرب الأكلية. اتصل بي كثير يا إخوان البارح متحسرين: يا أخي أنت منشور الآن قبضت في شندي، والآن كذا الحاصل. واحدين حتى دمعت عيونهم، والواحدين يكتبون رسائل في الجروبات: لقيتم اللهم فك أسرع. الحمد لله ربنا استجاب. قالوا وتثبيط الهمم بنشر الحقائق أو بنقل الأخبار الصحيحة إلى المواطن، لأن هناك ناس ينقلون الحقائق وكل يوم تتكشف الحقائق. وهذه لي فيها مقولة طويلة وسيكون لها خطبة قادمة لهؤلاء الذين يدعون الصفاء ويدعون أنكم أولياء. يا أهل الصفا أحبابا وإخوانا، هل تذوقتم مر الظلم هجرانا؟ أم ضاقت بكم أرض بما رحبت إذا فاض الأسى ألما بركانا؟ كم صفوت لإخوة فأغرقتهم صدقا فبادلوني بغضاء شرا وحرمانا. ظلم الأخوة نار مسعرة رحماك يا ربي صبرا إيمانا. أياما قضيناها ستبقى معالمها زخرا ونبراسا للحق ميزانا. أزن الأخوة وزنا أقيس به قدر الرجال معدنها وأوزانا. أضعت عمري وظني ظفرت بهم فاتخذت منهم أصفياء خلانا، ولكن أسرت بينهم كالقريب القصي لونا ولسانا. فرموني بقبيح القول وشاية هزت من جوانب القلب أركانا. تخرصات الشياطين إذ عدت بخالقها من شرها جنا مريدا وإنسانا. إن جاءهم فاسق بأنباء تلقوها وزادوها من هوس أحقادا، من هوس كذبا وإفكا وطمسا للحقائق لا سندا برهانا. أما الحقائق عندي أحدثكم بها فاسمعوا لا كذبا وبهتانا. سيكون لها يوم أيها الأحبة. هذه العصابات التي تسعى لذلك تستدل بالآيات وتخشى من نقل الأخبار الصحيحة، ولكن أصبحت الأخبار الصحيحة تأتي بنفسها. وقالوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. طيب، والطرف الثاني نسمعهم يكبرون يخللون، ثم جاءوا مع أنكم بعضهم حفظة وأئمة وعلماء فاستدلوا بحديث حدثاء أسنان على أناس لا يكتبون ولا يقرؤون، ومعروف تفسير الحديث أين مكانه أيها الأحبة. قال وينبغي الحذر كذلك من الناصحين، الحذر من الناصحين من خارج البلاد الذين يمارسون دورا سياسيا قذرا في تجميل صورة التمرد وتشويه صورة الحرب والجيش وإفشال الحرب الأهلية وتأسيس كتائب الإرهاب كالبراء والمعتصم بالله وكتائب الظل والعمل الخاص
وخفاشيش الليل، الظلام وغيرها، لأنها ستكون عثرة أمام إصلاح البلاد والعباد، أمام إصلاح البلاد والعباد. أيها الأحبة، هذا الموضوع كبير ويحتاج منا إلى خطبة أخرى، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن صاحب العقل يميز، والتضليل والتكذيب سمعتم، رأيتم، علمتم، وما زال بعد الناس في قيهم يعمهون إلى اليوم الصباح. نقاش مباشر، حوار مباشر، لا ده احنا كيف، لا 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 ده إنسان آلي، ويأتون بالروبوتات، يقول لك كيف، أنا بوريك كيف صنع، وكيف حولوه للروبوت، وكيف الآن يتكلم، وكيف برمجوه، وكيف ذلك. وأنا جاء على الخطبة برضه بقول له أنت لسه معتقل في شمدي وقبضتك الاستخبارات وقاعدين بيرسلوا لي المعاملة كيف. أيها الناس، اسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا. من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. إلى متى تنتظرون؟ نادينا أن الناس الآن يبدأون في حياتهم، في زراعتهم، في تجارتهم، في حفظ أمنهم، لكن لسه التردد سائر. بدأنا البارح بلجنة في الجزيرة، والناس تنطلق في مشاريعها الزراعية، وكونا لها رئيس منهم يتصل بكل المزارعين ويأتون، لأننا يا إخوان مهما كان الذين زرعوا هذه الفتنة لا يريدون لنا خيرا أبدا، ويريدون أن ننقرض مع بعض، واليد اليمنى العليا خير من اليد السفلى. ننتظر إقاسات، ننتظر إعانة من أحد. هم يستطيعون أن يعينون بشيء واحد، يعينون بسلاح لنقتل أنفسنا، وأن يعينون بفتنة تفرق جمعنا، ويعينون كيف ندمر أنفسنا بأنفسنا، لكن لا غير ذلك. ومن كان له حواشة فلينطلق إليها. وجبنا لكم الناس اللي بيمولوا، والناس اللي يستطيعوا أن يفعلوا كل شيء، وهذه فرصتكم، والله إن فاتت لم تعد، كما هي الأنفاس والأعمار والساعات. ومن لم يزرع فيها لا يحصد، وغدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا.